بيعدي علينا ذكرى رحيل الكاتب الصحفي الكبير العملاق الأستاذ مصطفى أمين من يوم 13 إبريل في عام 1997. رحل عن عالمنا الكبير والعملاق الصحفي الأستاذ مصطفى أمين، أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم المصرية. واتولد الأستاذ مصطفى أمين والتوأم علي أمين في يوم 21 فبراير من عام 1914، وكان والدهم الأستاذ الكبير أمين أبو يوسف كان محامي كبير، ووالدتهم فهي كانت ابنة أخت الزعيم سعد زغلول. لو هنتكلم عن الأستاذ مصطفى أمين هنحتاج وقت أطول. هنتكلم عن مقاله الأشهر لا يا شيخ، ده كان مقال مشهور جدا في مجلة روزان يوسف أو سنة أولى صحافة، أو تأسيسه لمجلة أخبار اليوم، أو مسابقة ليلة القدر، أو جايزة مصطفى وعلي أمين طبعا. وفي حاجة اسمها سنة أولى سجن، لو هنقعد نتكلم عنهم هنتكلم عنهم كتير. وتوفى الأستاذ الصحفي القدير الأستاذ مصطفى أمين في يوم 14 إبريل سنة 1997. رحم الله الكاتب الصحفي الكبير العملاق المؤسس لجريدة أخبار اليوم الأستاذ مصطفى أمين. لو لسه فاكره ادعي له بالرحمة.